تاني سؤال بيقول لو كنت بنت ليوم واحد ايه اول حاجة هتعملها؟ السلام عليكم يا محمد، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جينا فيديو اسألني اخيرا. هو المفروض ان ده فيديو اسألني بتاع 100,000 واحنا دلوقتي 150,000 عليا، معلش انا اسف وان شاء الله فيديو اللي هو اللي اسألني التاني هيكون في 250,000، يعني لما نجيب 300,000 ما اقصدش حاجة. طب يا جدعان الاسئلة كلها مكتوبة هنا، مش عارف تحسوا ان انا عامل زي بتوع العشيرة مساء ان هما بيجوا الاخبار، بس عارفين ناقص ايه؟ ناقص حاجة واحدة. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا يا جدعان زي ما انتم عارفين ان دي رابع مرة نعمل فيديو اسألني. فده فيديو بيجي كل فين وفين على حسب تقدم القناة. انه عايزين نوصل الفيديو ده 15,000 لايك، لان الفيديو ده بيجي كل فين وفين، ودايما لما بطلب منكم عدد لايكات بتعملوه. طب يا جدعان مع اول سؤال بيقول ايه؟ ايه خلاك تبقى يوتيوبر؟ تصدق يا ابني؟ سؤال ملوش اي اجابة. والله العظيم ما عارف اقول لك ايه. يعني شايف نفسي موجود في الموضوع ده، شايف نفسي موجود في المجال ده مش اكتر. تاني سؤال بيقول لو كنت بنت ليوم واحد ايه اول حاجة هتعملها؟ ايه الهيافة اللي انا بعملها دي؟ السؤال التالت شخص نفسك تبقى زيه. طيب يا جدعان انا هقف عند الحتة دي لان الراجل اللي قدامكم ده لوجن بول هو السبب ان انا اخش اليوتيوب، وهو كان برضو السبب اللي يخليني ابدا اعمل فيديوهات زي فاينز وبتاع، لان هو بدا كده. انا بعشق الراجل ده بصوره، بصوا ده يعني ده قدوتي في اليوتيوب، فانا نفسي في يوم من الايام اشوفه، نفسي يعني بصوا هو ده هو الهدف بتاعي، ده بيقولوها ازاي، ده قدوتي في اليوتيوب معنى صح. السؤال الرابع بلاش 4 دي هنتسجن. احسن موقف حصل لي في حياتي. النقاش من غير اي حاجه، انتوا تيم محمد احسن حاجه حصلت لي في حياتي، وان انا بدات اليوتيوب دي احسن حاجه حصلت لي في حياتي. لو قلت لك تتجوز واحده من الممثلين تختار مين؟ حلو السؤال ده، بس انا مش عايز افاجئك انك طبعا هتقعد تسال يا ترى محمد هيختار مين؟ هيختار دي ولا دي ولا دي ولا دي؟ بس يا عزيزي اقول لك ان الاجابه ولا دي ولا دي، انا هتجوز الولايه دي. يمو المطهر 7 مرات 7 مرات. ايه السفاله وقله الادب؟ ايه السفاله وقله الادب دي؟ انا اسف. ايه اكتر حاجه بتعملها في وقت فراغك غير النوم؟ ايه اكتر حاجه بعملها في حياتي غير اني بنام؟ باخد قيلوله. انا اسف لو خيرتك، مش عارف ايه اللي جاب لو خيروك هنا، بس انا هجاوب عشان خاطر عيونك انت. لو خيروك يا محمد بين النوتيلا وبين البيتزا تختار ايه؟ واحد يجي يقول لي الاثنين حلوين، يا ترى يختار ايه؟ عايز اقول لكم من غير زعل انا ولا بحب النوتيلا ولا بحب البيتزا ولا بحب المحشي ولا بحب الملوخيه ولا بحب الرقاق. انا ما بحبش الاكالي ما بحبش الاكل ده، اللي هو ما بحبش المكرونه ايه، ما بحبهاش. ما بحبش السمك، ما بحبش المحاشي، ما بحبش الملوخيه، ما بحبش الارانب، ما بحبش البيتزا، ما بحبش النوتيلا، ما بحبش كل الحاجات دي. دايما بلاقي صعوبه في اللبس. هل ممكن يا محمد تمثل في المستقبل؟ ولو مثلت نفسك تمثل مع مين؟ او نفسك مين الممثله اللي تمثل معاها؟ نادية الجندي. محدش يفهمني غلط، ماشي؟ محدش يفهمني غلط يقول محمد انت سافل انت قليل ادب، لا. انا عايزها بس علشان نحرر مصر من الغزو الاسرائيلي، من الكيان الصهيوني بكل ادب واحترام. غير اي حاجه، انا هدفي شريف، انا عايز احرر بلادي في الافلام بس. شخصيتك بعد الساعه 12 عامله ازاي؟ جيت لي على الجرح. هو السم لو تاريخ صلاحيته انتهى هيسمم اكتر؟ سؤال محتاج تفكير والله. الاب بنقول له بابا، والام بنقول لها ماما، ليه الاخ مش بنقول له خاخه؟ يا نهار ابيض. اسكت شويه، اهدى شويه. ايه الاسئله؟ انت بتجيب الاسئله دي منين؟ هو ازاي اسمه براده بيسخن؟ هو الملحد لو انتحر هيخش الجنه؟ ما هو كده قتل كافر، ايه الغباء ده؟ والله فكره، والله سؤال مقنع.
هو الناس الكفيفه بيحلموا، ولو بيحلموا بيشوفوا حلم ازاي؟ بس بص بقى، كده كفايه عليك، كده كفايه عليك. بص اخد من نفسي. هو ازاي اسمه برنامج 10 مساء وهو بيجي 10 وربع اصلا؟ انا اسف، هقعد نعمل فاصل. يا محمد اتحداك انك تكلم اي حد وتقول له اهدى علي، اهدى شويه. انا مسمي رحيمي على الموبايل. رحيمي. السؤال ايه؟ انا بسال نفسي اسئله غبيه، يعني مسمي رحيمي اكيد مسميه رحيمي يعني. تحديد بياناتك تجنبا لانقطاع الخدمه بناء على تعليمات. اهدى علي، اهدى علي، اهدى شوي. انت عارف منين؟ طب غني الاغنيه معايا طيب. اتفرج على فيلم. قشطة يا حبي، عايز حاجة؟ سلام. سؤال رقم 11. عمرك طلعت من الأوائل؟ اضحكت العالم يا اخي، اضحكت العالم يا اخي، والله لو ناديت امي وقلت لها انا طلعت من الاوائل هتشتمني. طبعا الناس عماله تقول يا ترى محمد بيسند عليه، محمد بيسند عليه. هذه البتاع حطيتها كده عشان اكني في العشرة مساء. لو في بنت جت قالت لك في الشارع انا نفسي احضنك وهي مزه بس اصغر منك، هتحضنها ولا لا؟ ايه؟ عايز اسالك سؤال، يعني انت مش فارق معاك ان انا هحضنها وجت قالت لي وقفتني في الشارع انا عايز احضنك، والمشكله الكبيره انها اصغر مني؟ لا اصغر مني للاسف، اصغر مني. يا اخي انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ لو اكتشفت ان كل الفولورز اللي عندك دول كانوا حلم وانت لسه ما عندكش ولا فولو ولا سبسكرايب خالص، هتعمل ايه؟ يعني انا مثلا ممكن دلوقتي اصحى من النوم والاقي ان انا ما عنديش ولا سبسكرايب ولا فولو على الانستجرام ولا لايك على الفيس. والله احنا اسفين يا باشا، والله العظيم انا اسف. معرفش انت مين بس هجيبك يا اخي. احترموا رحيم ولا محمد هشام؟ ولا ده ولا ده. بحب الاثنين زي بعض، بحب الاثنين زي بعض، الاثنين حبايبي وبحبهم اكتر من نفسي، ولو عايزين القناه ياخدوها وكل حاجه. اخر سؤال خالص، لو خيروك بين انك تقفل القناه مدى الحياه ولا تبطل تعليم، مش محتاجه كلام، ادي كتاب وادي ولاعه، هولع لكم في الكتاب قدامكم علشان تعرفوا. غبي نسيت ان دي الولاعه ولا بالكهرب. طبعا اللي شاف الفيديو بتاعي في يوتيوب ولا لا هيعرف ان دي الولاعه اللي بالكهرب. طبعا يا جدعان نكون خلصنا الفيديو. يا ريت اهم حاجه ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستجرام، تعملوا لي لايك على الفيديو بتاعتي على الفيس، تعملوا لي فولو على السناب شات، واهم حاجه ما تنسوش تضغطوا لايك عشان نوصل الفيديو 15000 لايك، وتضغطوا سبسكرايب. معاكم محمد، السلام عليكم.